أي على سلامتكم الناس الكل، وإن شاء الله مبروك عليكم الإنجاز التاريخي الجديد اللي عمله السيد الرئيس قيس سعيد، اللي هو العدد التاريخي هذايا نتاع أعوان الأمن اللي دخلوا على قاعة الريو، قاعة السينما والمسرح الريو، باش يمنعوا عرض مسرحي يتناول الجوانب القانونية متاع المحاكمة العادلة من تنظيم يعني بعض رجال القانون والحقوقيين والمحامين في قاعة الريو هذيا في وسط العاصمة، وهدوا بالغلق متاع الفضاء الثقافي هذا وكأنه عنا منه المئات. يعني وين وصلت الإنجازات الجنونية التاريخية متاع نظام قيس سعيد. وغدوة عدم ثم المحاكمة متاع المتآمرين عن بعد، عدا كذلك دخلنا للتاريخ مرة أخرى مع السيد الرئيس قيس سعيد وفهمنا ما معنى المحاكمة عن بعد. المحاكمة عن بعد لا مش بالإنترنت وباللاسلكي، لا، المحاكمة عن بعد تصير من الجزائر العاصمة. هاو جانا سي عطاف وزير الخارجية وجاب لنا أحكام قضائية على المتآمرين عن بعد من الجزائر العاصمة، جابها عبر الطائرة ومشى القرطاج وأعطى أحكام جاهزة في حق جوهر بن مبارك وغازي الشواشي والعجمي الوريمي وبقية المناضلين المتهمين بالتآمر. إنجاز تاريخي أخواتي وإخوتي التوانسة، ولينا ناخذوا الأحكام القضائية والأوامر في ما يتعلق بتنفيذها من الجزائر. ما عادش نحكيو على قضاء مستقل، أما ولينا نحبوا نحكيو مع المقيم العام قيس سعيد على أحكام قضائية يا سيدي ظالمة، أما على الأقل من قضاة توانسة يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.